هلو، جمعة سعيدة، جمعة مباركة عليكم. شوفوا ما راح أشغلكم هواية هسه بس حبيت أقول لكم أنا حاليا بالأوفيس ودا نجهز لستة الناس اللي نريد نرسل لهم البوكس السري. البارحة لو ما تعرفون على البرنامج الأسود نزلت لكم فيديو شرحت لكم شوية فيه عن تفاصيل الحملة اللي برأيي أول مرة تصير بالعالم العربي، إنه براند ترسل عينات من يعني من العطر عشان المتابعين والزباين. على فكرة هاي العينات راح تنرسل 50-50، يعني 50% 50% راح تروح لزباين نفس والكاستمر مالتنا، واوريدي تواصلنا وياهم وحكينا وياهم وكلش فرحة وكلش حابين انه ينطون رأيهم بالعطور الجديدة. و50% راح تروح لإنفلونسرز ومشاهير على السوشيال ميديا رأيهم موثوق، ناخذ آرائهم بصراحة، وعشان انتم هماتين من خلالهم تشوفون شنو جاي. وهاي الحملة ترى فكرتها اجت من واحدة من متابعاتي، اتذكر شفت هيك شوية من الفكرة، بعدين انا هيك طورتها، وهي اصلا صايرة اي ثينك بامريكا، بس بالعالم العربي ما صايرة انه براند يرسل يعني العينات من العطر اللي دا يطلقه عينتين، ويختارون الناس والجمهور والمجتمع مالته والزباين مالته يساعدونه في اختيار العطر النهائي. I think انه هاي الخطوة جريئة، بس I think انه يعني فكرة كلش حلوة، واني دايما يعني احب ادخلكم التفاصيل واشارككم هواي تفاصيل. يعني انا لو بايدي اشارككم كل شيء. يعني قبل شويه كانت في تفصيله صغيره قلت لهم نصورها وننزلها، فقالوا لي لا نور، يعني هنا راح تخربين المفاجاه، لانه انت اكو اشياء فهمت علي بس يعني اتس اوكي لانه نفس غير نفس، هو براندي وبراند يعني مصنوع بحب، واريد ابنيه بطريقه مختلفه. فاي ثينك هذا سبب من اسباب نجاحها، الحمد لله. فبس بدي اقول لكم يعني التو ليست مالتي مدى تخلص، والله العظيم هاي كلها اشياء لازم اخلصها اليوم، والساعه اوريدي 2، فاعتقد اليوم رح نبقى بالاوفيس ل8 على القليله عشان نخلص هواي تفاصيل ثانيه. ف I'm so excited وكلش حابه هالمرحله، وحابه انه دا اخذكم وياي بكل الخطوات عشان تعرفون يعني شنو يصير. احس يعني اني لما اكون جزء من الرحله احس باحساس غير. I love you guys، واذا ما شفتوا الفيديو على البرنامج الاسود روحوا شوفوه عشان تفهمون عن شنو اني دا احكي وشنو قصدي باللي دا احكي. وقلت لكم بنفس الوقت اقترحوا لي اسماء ناس حابين تشوفون الريفيو مالتهم، حابين تاخذون رايهم، وكثير في من متابعاتي اقترحوا لي اسماء. وتعرفون يعني مو بس اسالكم عشان اخذ كلامكم وما أسمعه، لا، أنا لما أسألكم سؤال أخذ الكلام وأسمعه وأخذ ملاحظات وأمشي بيها. فكثير من الأسماء اللي اقترحتوها في التعليقات حاليا بدنا نشتغل نحطها على الليست، نحاول نتواصل وياهم نقول لهم إذا هم حابين يستلمون العينات ينطونا رأيهم فيها، لأنه هماتين الناس كتبت أسمائهم ودا تجينا هماتين هواي إيميلات حاليا إنه من ناس كثيرة يردون يكونون جزء من الحملة. فدا نحاول إنه نرتب القائمة والأسماء. فإذا عندكم أي اسم اقترحوا في التعليقات على الفيديو بالبرنامج الأسود، لأنه صدقوني نقرأ التعليقات وناخذ آرائكم بجدية جدا. وهذا البروجكت سري جدا وحلو جدا، ويعني أول مرة يصير بالوطن العربي، دا أبني خطوة وياكم. يعني أحس شيء متوترة بس اتس اوكي. فيا اكتبوا الأسماء هناك، دا نجهز الأسماء. شنو بعد أريد أقول لكم حتى هيك تعرفون كل السوالف. الناس اللي دا يتواصلون ويانا دا نشوف ايميلاتكم ودا نحاول، بس هماتين الفكرة شنو انه عدد البوكسات هاي هماتين يعني في عدد معين احنا مسوينه من هاي البوكسات، ف يعني راح نحاول نزيد شوية العدد عشان لأنه already هسه الناس اللي تتواصل ويانا عددها أكبر بهواي من البوكسات. ولا تنسون 50% من البوكسات رايحين للزباين، رايحين للكاستمرز مال نفس، لأن أنا بالنسبة لي مجتمع الزباين مالتي أو كاستمرز العملاء مالتي هذا مجتمع كلش مهم عندي، وأحبهم كلش هواية، هم أوفياء. يعني أنا زباين نفس كلش أوفياء لنفس، لأنه أشوف repurchasing order إنه يرجعون يطلبون مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويطلبون بأعداد حلوة. فيعني
في عندهم وفاء، فاني هماتين عندي وفاء لهم. وعندنا الجهه الثانيه، قلت لكم ما اطول عليكم بس اوريدي صار لي مدري كم دقيقه احكي، المهم راح احاول انهي هسه بسرعه. فيا عندنا قلت لكم مجتمع نفس، مجتمع عملاء نفس، لانه هم يعني هم مجتمعنا، هم الاساس. مثل ما قلت لكم يدعمون نفس. والله انه انا عندي عملاء يعني اوفياء بطريقه ما شاء الله عليهم، واني احبهم. يعني انت اذا بيوم اشتريت من نفس اعرف انه اني يعني اقدر هذا الشيء من قلبي، ويعني احبكم. ولذلك انا دا ادخلكم جزء من هالحمله، ودائما احاول ادخلكم واخليكم جزء لا يتجزأ، وجزء متوازي او متوازن بينكم وبين المشاهير هماتين. والمشاهير اكيد يعني هم كل واحد عين وعين. المشاهير مهمين، يعطون رايهم يفيدنا، يحسن من منتجاتنا، عندهم خبره بمنتجات كثيره ثانيه، عندهم خبره بعطور كثيره ثانيه، فاكيد رايهم يعني أنا كل رأي أحترمه والله العظيم. حتى الآراء اللي مرات تزعلني أو تكون صعبة، بس اتس اوكي أحترمها. ليش؟ لأنه الإنسان يتطور بالنقد البناء. النقد البناء، اكو نقد يكون يعني واضح انه تحسين لا اكو شيء غلط مو طبيعي، بس دائما تعرفوني يعني بشغله انه احب اقدر كل شخص اخذ من وقته ولو ثانيه وانطاني رأي ممكن يفيدني ويطور من براندي. فأحبكم كلش هواية، وانتم هماتين لازم تستفادوا من النقد البناء. هذا المختصر. روحوا على فيديو اللي نزلته بالبرنامج الأسود، اكتبوا اقتراحاتكم من الناس اللي حابين تسمعون رأيها بالبوكس. هذه فرصتكم عشان تشاركون وتكونون جزء من الرحلة، لأنه الكل مشارك. هاي الحملة بالذات الكل مشارك فيها. اوكي عشان ما تقولون نور والله ناسيتنا لا، انتم مشاركين، المشاهير مشاركين، العملاء مشاركين، فريق نفس مشارك، كلياتنا يعني احنا اسره هيك كلوز، هيك خفيفه لطيفه بين بعضينا، مشاركين في هاي الفكره. وبس والله يعني هسه تنشتغل على هواي تفاصيل، والحمد لله يعني بهاي اللحظات اللي يكون فيها ضغط كثير كبير وركض وتعب، دائما اخذ لحظه اوقف واقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. I love it. واني دائما احب الرحله. يعني انا اي شيء ابدا فيه، مو ابدا فيه بس اي شيء اشتغل عليه ان جنرال احب الرحله مالته. الرحله هي اكثر شيء ممتع. فوالله هذه الحاله وهذه الاجواء. اليوم المفروض كريم يجي على الاوفيس، فاذا اجى حشوفكم. وشنو بعد والله يا ابديتاتي حاليا كلها عن الشغل ونفس. بس انتم قلتوا لي صوري سنابات اكثر، صوري سنابات، لا تختفين. فما دا اختفي عنكم. اذا مليتوا مني قولوا لي اختفي عادي، ما انزل سنابات خلاص، اتس اوكي. بس انتم قلتوا لي نزلي، سو دا انزل لكم ودا ادخلكم في تفاصيل وبس. والله هسه عندي الفلوج دا اكمل الاديتنج مالته. يمكن تقولون اني مجنونه ليش دا اسوي الاديت بنفسي، بس لانه الفلوج كلش ممتع ويونس وببنات. فاني دائما احب انه اقصقصه وارتبه بنفسي. وهماتين اني كلش احب الاديتنج، يعني الاعداد او مونتاج الفيديوهات اني كلش احبه. لانه اللي ما يعرف كيوتيوبر، اول 8 سنين يمكن من حياتي كيوتيوبر كل فيديوهاتي اني اسوي لها اديتنج بنفسي. فاحب الاديتنج، اني كلش سريعه بالاديتنج. اي نو الفلوج اخذ هواي، بس لانه كان عندي تقريبا 5 ساعات فوتج، 5 ساعات من التصوير، فاكيد يعني ياخذ وقت مع كل الشغل اللي عندي حاليا بحياتي. بس انه ان جنرال اني كلش احب المونتاج. احس هذه اليوتيوبر اللي بداخلي فاشتاق له. فدايما تلاقوني اخذ فيديوهات واسويها اديت بنفسي، واحس حلوه للدماغ. يعني مخي وانا اسوي اديتنج كانه ثيرابي، كانه هيك يهدى ويرتاح ويركز بشغله واحده. فكلش احب المونتاج كلش. يعني اول ما بلشت يكون عندي ناس تسوي لي مونتاج بالفريق، كنا هيك انا وياهم، لانه انطينا شغلنا، هذا شغلنا انطينا اياه. واني لايك نو، انتم بس سووا ريفيو من اخلص الاديتنج، باوعوا شوفوا اذا اكو شيء ناقص. فتخيلوا هم يعني شغلهم ومدفوع لهم وهيج. بعدين شوي انطيتهم هالمسؤوليه، بس ارجع اخذها منهم بفيديوهات معينه. فهذا الفيديو بالنسبه لي فيديو مميز، فيديو قريب لقلبي، وفيديو اختاريت انه اني اشتغل عليه. راح اقول لكم اذا بعدين ارسلته للمونتاج اللي عندي وضافوا له اشياء بروفيشنال. بس ان جنرال حابه الطريقه اللي هو فيها، كلش قريب من القلب،
كلش في تفاصيل حلوة، مال هيك تفتحونه وتقعدون وتتونسون عليه. يعني فهمتوا